السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. برياني الفراخ وصفة من الهند، انتشرت جدا في كل الدول اللي هنود كتير عايشين فيها زي الإمارات والسعودية ومعظم الدول العربية. الوصفة حقيقي تستاهل الشهرة اللي هي واخداها. هنعمل النهاردة برياني الفراخ، وقبل كده عملنا برياني اللحمة، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تعالوا بينا نقول هنعمل ايه علشان نطلع البرياني اللي طعمه خطير جدا ده. اول حاجه معايا كوبايه صغيره من الزبادي، اللي هو الزبادي اللي هو اليوجرت، وهنحط عليه عصير ليمون. الزبادي وصف يعني جزء اساسي من الوصفه، يعني حتى لو مش هنتبل الفراخ الزبادي هنضيفها للفراخ واحنا بنطبخها. معظم الاكل الهندي فيه زبادي علشان يطري كده ويرطب مع التوابل الحراقه اللي ممكن بيكونوا بيحطوها. ولو انها مش حراقه قوي انا هحط كل حاجه بكميات متعادله والطعم هيطلع خرافي. زبادي وعصير ليمون وتوم، بهارات الجرام مصالة، والتوابل اللي حطيتها قبل الجرام مصالة كانت جنزبيل. عادة ما بيحطوا جنزبيل فريش بس انا ما عنديش غير جنزبيل باودر فحطيته. وبقى معلقتين كبار كده من النعناع، طبعا النعناع فريش او مفروم شغال معانا في الوصفة دي، مجفف او مفروم سوري. هنقلب بقى التتبيلة دي مع بعضها كده. وكل انواع الفراخ تنفع بالوصفة دي، يعني لو فراخ مخلية تنفع، لو فراخ بلدي تنفع، لو فراخ يعني اللي هي فراخ حمراء او فراخ بيضة برضو تنفع. انا النهاردة هستخدم فراخ بلدي، تقدروا تعملوها باي نوع من انواع الفراخ، حتى الفراخ المخلية هنقطعها لقطع وهنشتغل بيها بنفس التكنيك وبنفس الطريقة. بس في الهند بقى اصلها ايه؟ اصلها بتتعمل بفراخ بالعظم. زي ما انتم شايفين انا بدعك التتبيله كويس قوي في الفرخه بتاعتي. عاده ما هما بيكونوا مقطعين الفرخه الاربعه، بس انا هقطعها اربعه بس لما تستوي، لما تخلص سواها يعني هيكون اسهل عليا. دلوقتي انا بتبلها وبدعكها كويس قوي بالتتبيله اللي عملناها، الزبادي مع النعناع مع الثوم. خطيره بجد يا جماعه، مع عصير الليمون والجنزبيل. ويعني تتبيلة بسيطة ورايقة، وبهارات الجرام مصالة بتدي طعم ونكهة مختلفة تماما عن النكهات اللي احنا متعودين عليها في التوابل بتاعتنا. بعد كده الفراخ بشرحها لشرحات كده، يعني زي ما قلت لكم هو المفروض ان يكون الفرخة متقطعة ل4 او ل8، بس المهم ان احنا نقطع كل تمن من الفرخة ل3 اجزاء، او نشرح كل جزء من الفرخة من الثمان اجزاء بتوع الفرخه لثلاث شرحات كده. تمام. بحط يعني الصدر بشرحه ل3 شرحات، الورك بشرحه بشرح الدبوسه 3 شرحات، وبشرح الورك نفسه باقي الورك نفسه ل3 شرحات. التشريحات دي بتدي شكل حلو جدا، بتسرع السوى، بتخلي التتبيله تتغلغل كده جوه اللحم وتبقى ثابته فيه، وده بيديها طعم اكتر من رائع. بعد كده في الحله بتاعتي حطيت شويه من الزيت والبصل كده جوليان او متقطع. بعد كده بقى مجموعه التوابل الخطيره دي، قرفه وقرنفل وجنزبيل وكركم وكبابه صيني وشويه من الكزبره ونجمه اليانسون وشويه كمون وحبهان ودي شمر وفلفل اسود وفلفل ابيض وورق لوري. هم على فكره كمان بيستخدموا نوعين من الحبهان، حبهان اخضر وحبهان اسود، بس انا ما لقيتش الحبهان الاسود ده مش متوفر. الوصفة أنا عاملاها بحذافيرها من يعني من شيفات هنود ومن ناس هنود بيطبخوا، ما جبتهاش من أي حد وجربتها يعني، لأ أنا جبتها من الهنود من مصدرها الأصلي. بعد كده حطيت فصين من التوم، فصين صحاح، طبعا حسب نوع الفراخ اللي هنطبخها أو طريقة شكل الفراخ. يعني لو الفراخ مثلا كانت الفراخ متقطعة مثلا مكعبات كيوبس كده، ولا هي مثلا مخلية، كنت حطيت التوم مفروم. زي ما انتوا شايفين انا لازم اشوح الفراخ تشويحة حلوة. البصل مخليتوش يطول في النار، يدوب شوحته تشويحة خفيفة عشان انا عارفة انه هيكرمل اكتر مع الفراخ. بعد ما الفراخ اتشوحت وخدت لون من على الجنبين حطيت الطماطم، الفلفل، والنعناع. الفلفل بقى ممكن نحط شطة، انا حطيت فلفل رومي، اكتفيت بالتوابل اللي انا حطاها، وطماطمايه كده وشويه بقدونس او كزبره.
بعد كده هحط لما الفراخ بتاعتي غلت، هحط بقى البصل، او عبال ما الفراخ غلت كنت انا حمرت البصل زي ما بنحمره للكشري. هاخد جزء منه احطه مع الفراخ يستوي معاها، او يديها طعم يعني يزود النكهات اللي فيها، والجزء التاني بنجرنش بيه الطبق بتاعنا. بعد ما الفراخ استوت ودابت تماما وبقت جميله كده زي ما انتم شايفين، الجلد بصراحه بيحافظ عليها. هي عاده ما بتتعمل من غير جلد، ولكن بالعظم، وكمان بيكون متشرحه كده زي ما وريتكم. بعد كده هغلي ميه واحط فيها كل التوابل اللي حطيناها في الفراخ، واسلق فيها الرز 4 دقايق بس، 5 دقايق يعني مش مده طويله. بعد كده هنزله في الجوز بتاع الفراخ، بس يكون اقل من كده. انا اضطريت افضل سايبه الحله كده وابخره شويه. وبعد كده احط عليه آه، رشه من الكركم، يعني كركم متدوب في شويه ميه، وزعفران متدوب في شويه ميه، او لون احمر يعني حسب. المهم ان انا عايزه اطلع وما نقلبش الرز وما نقلبش الالوان على بعض. عايزين الرز يبقى ب3 الوان، هتشوفوه دلوقتي معايا في الطبق، خطير يا جماعه. شويه الرز اللي غاصوا في قاع الحله ادوني اللون البراون ده. اما شويه الرز اللي على وش الاورنج ده، واللي على الوش الناحيه التانية اصفر، واللي على الوش خالص اللي ما جاش عليهم اللون لونهم ابيض. فعندي حوالي 4 الوان من الرز جوه الطبق بتاعي. هنجرنش الطبق زي ما قلت لكم بالبصل المكرمل اللي عملناه زي ما بنعمل بصل الكشري، يا دوب قطعته جوليان واديته معلقه كده خفيفه جدا من النشا، وحمرته في زيت هادي. ولما بدأ ياخد لون عليت عليه النار شويه لحد ما خد اللون اللي انا يعني حابه اوصله ليه. الكزبره ممكن نحط جزء منها ساعه التقديم، او نلغي خالص الجزء اللي حطيناه في الاول ده مع الفراخ ونحطه ساعه التقديم بس. الطبق مبهج لأعلى درجات الإبهاج، بجد يعني مبهج جدا. ألوان وميكس ألوان وميكس أطعم خطيرة، الريحة كمان والفراخ بتستوي. طبعا انا مش هقول لكم وقت سوا، لانه كل فرخه او كل نوع من انواع الفراخ بياخد وقت سوا مختلف عن التاني. فبالنسبه لي انا عشان استخدمت فراخ بلدي خدت معايا وقت كبير. بس ما دام الحاجه جوه الميه بتطلع جوسي ودايبه ومتحمره، انا ما عملتش فيها اي اضافات، انا قدمتها من الحله على الطبق على طول. وصفة كلها اتعملت في حلة واحدة وطالعة بنكهات خطيرة يا جماعة ومختلفة تماما. يعني لما هنجرب البرياني هنحس ان احنا اول مرة ناكل فراخ بالطعم ده، لانها حقيقي مختلفة عن اي طعم او اي تتبيلة بنعملها او متعودين نعملها قبل كده. الفراخ طالعة جوسي جدا، شكل كمان التشريحات دي اعطيها شكل حلو، اعطيها سوا حلو، مخلي التتبيلة تتغلغل جواها. ما نكترش من اي بهارات، لان كل البهارات بتتعاد مرة واتنين في الوصفة. كل حاجة نحطها خفيف وبسيط علشان تدينا ميكس حلو في الاخر، ما يغطيش على طعم الفراخ نفسها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، طبقوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتعملوا شير كمان عشان يوصل لكل الناس. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، باي باي.